الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمر معنا في الدرس المتقدم الكلام حول الركن الثالث وهو الصلاة، وكذلك الركن الرابع وهو الصيام. ومما مر معنا حول الركن الرابع أنه ليس هناك صيام واجب إلا شهر رمضان، ليس هناك صيام واجب على الإطلاق إلا شهر رمضان، إلا ما وجب بالكفارة أو بالنذر، كفارة أو بالنذر أو القضاء، قضاء أي لرمضان، من أفطر لعذر في رمضان فواجب عليه أن يقضي كما مر معنا. قال: ويكره صيام أيام محددة، منها إفراد يوم الجمعة، أي مكروه بصيام النافلة، وصيام الحامل التي تخشى على طفلها، أي يكره لها أن تصوم الحامل التي تخشى على طفلها، يكره لها أن تصوم أي في رمضان، والأفضل أن تفطر وتقضي أيام أخرى. ومما يكره إفراد يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أزواجه: صامت يوم الجمعة أصمت يوما قبله؟ قالت لا. قالت: تصومين يوم بعده؟ قالت لا. قال بمعنى الحديث: إذن فلا تصومي ذلك اليوم، أي يوم الجمعة. فيكره إفراد يوم الجمعة بصيام النافلة، لكن إذا كان في القضاء فهذا جائز إذا لم يكن عنده وقت، كما سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن رجل عليه قضاء من رمضان وهو يعمل وما عنده فراغ إلا يوم الجمعة، هل له أن يصوم؟ قال نعم، يجوز له أن يصوم يوم الجمعة، يفرده بصوم القضاء إذا لم يكن عنده وقت غير يوم الجمعة، لأنه مشغول يكون. قال: ويحرم صيام أيام، منها صيام العيدين، ويلحق بالعيدين أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال: صيام العيدين وصيام آخر يوم أو يومين من شعبان، ولا سيما يوم الشك، وإما إفراد ليلة النصف من شعبان بالقيام ونهارها بالصيام فبدعة. يحرم صيام يوم العيدين، ويلحق بيوم العيدين أيام التشريق في عيد الأضحى، العيدين أي عيد الفطر اليوم الأول فقط يحرم، وعيد الأضحى اليوم الأول، ويلحق بأيام التشريق الثلاثة الأيام التي بعده، اليوم الثاني والثالث والرابع، إذن 4 أيام في عيد الأضحى لا يجوز، يحرم الصيام فيها، سواء قضاء أو نافلة أو كفارة، كمن صام كفارة قتل الخطأ شهرين، جاء العيد فواجب عليه أن يفطر اليوم الأول عيد الأضحى، واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع، ولا يكون بذلك
قد أخل بالتتابع، لا يكون بذلك قد أخل بالتتابع، لأنه واجب عليه أن يفطر ويحرم عليه صيام هذه الأيام، صيام هذه الأيام. إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. قال ليس العيد، إنما أيام يعني التشريك. قال الركن الخامس الحج. قال وهو قصد المسير إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك معلومة طاعة لله جل وعلا، وهو فريضة على كل مسلم مستطيع، وهو من أجل شعائر الإسلام، ويجوز تكراره لمن قدر على ذلك، ومن أداه مرة واحدة فقد سقط عنه الوجوب. نعم، الحج فريضة وركن من أركان الإسلام، ويجب على المستطيع لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع. فمن استطاع الحج فواجب عليه أن يحج، ولا يجوز له أن يتهاون في الحج، ولا يجوز له أن يتهاون ويؤخره. فمن وجب عليه الحج يعني من استطاع فعليه أن يبادر لأداء هذه الفريضة، وهو من أجل شعائر الإسلام الظاهرة، تظهر يعني هذه من أعظم شعائر الإسلام، يظهر فيها يعني حقيقة الإسلام عندما يجتمع في مكان واحد وعلى هيئة واحدة وصفة واحدة، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، الملك والوزير، الكل يجتمع، الكل يجتمع. وقولنا يعني الغني والفقير أي الذي بعضهم يعني لحرصه على الحج يجمع حق الحج، عنده ما يكفيه لكن قلة ذات اليد، فليس مثل الغني الذي عنده زيادة، وإلا ما يجب على يعني غير المستطيع ما يجب عليه، ما يجب عليه، لكن إذا أدى فقد أدى الفريضة، إذا أدى فقد أدى الفريضة، إذا اجتهد وجمع مالا للحج. فيجتمعون على هيئة واحدة بلباس واحد بصفة واحدة، ويذكرون الله عز وجل في وقت واحد، ويقفون بين يدي الله عز وجل في يوم عرفة، يعني أكبر جمع للمسلمين، اجتماع للمسلمين. فالله عز وجل جعل هذا الدين يعني من أصوله أنه مبني على الاجتماع، على الاجتماع والتآلف والترابط فيما بين المسلمين، فجعل هناك ما يكون الاجتماع فيه في اليوم وهو أقل اجتماع، وهناك اجتماع في الأسبوع أكثر منه، وهناك اجتماع في السنة أكثر، وهناك اجتماع قد يكون في يعني هو في كل سنة، لكن للرجل مرة في العمر واجب عليه. فالاجتماع في كل يوم الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، يأتلف أهل الحي الواحد وأهل يعني المكان الواحد يجتمعون في مسجد، يتفقد المسلم. لماذا شرع هذا الاجتماع؟ لكي يتفقد المسلم أخاه المسلم، تفقد المسلم أحواله، كيف حاله، هل يعني يحتاج إلى شيء، هل مريض أو غير ذلك،
هذه يعني من الحكم، من حكم الاجتماع في الصلوات، في صلاة الجماعة، أن المسلم يتفقد إخوانه، أن المسلم يتفقد إخوانه. ثم أكبر منه اجتماع يوم الجمعة، اجتماع في يوم الجمعة، هذا أكبر، لأن بعض المساجد لا تكون فيها جمعة، مساجد لا تكون فيها جمعة، فيجتمعون اجتماعا أكبر من الاجتماع اليومي يوم الجمعة، إذن فيتفقد الأخ إخوانه. ثم هناك اجتماع سنوي في السنة، يعني مرتين، وهو عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهناك اجتماع أعظم، اجتماع أعظم أي اجتماع الأبدان. المراد بالاجتماع الذي تقدم معنا أن تجتمع الأبدان، وإلا قد يعني يجتمع المسلمون في شعيرة، كما هو الآن في هذه الأيام المسلمون مجتمعون على صيام شهر رمضان في جميع دول الإسلام وفي غير دول الإسلام ممن كان مسلما هناك يعمل بهذه الشعيرة. فالمسلمون مجتمعون في هذه الشعيرة، لكن هذه يعني اجتماع ليس بالأبدان، اجتماع ليس بالأبدان، إنما الاجتماع في العبادة، في الإتيان بالعبادة. لكن هذه الاجتماعات، الصلوات، صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والحج، اجتماع بالأبدان وتلاقي، يتلاقى المسلمون فيما بينهم. قال: وصيام آخر يوم أو يومين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. جاء عن أبي هريرة وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فيه النهي عن ذلك، ولا سيما يوم الشك. أنا أقول يعني كررت مرارا حديث عمران بن حسين، وهذا خطأ مني، والصحيح أنه من حديث عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وأما إفراد ليلة النصف من شعبان بالقيام ونهارها بالصيام فهذه بدعة، هذا بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها صحابته رضوان الله عليهم. نحن قد شرعنا في الثاني ورجعنا إلى قد شرعنا في الحج، صح؟ الله المستعان، ما انتبهت لأني خرجت، قلت أن في العيدين، فما تكلمنا على هذا. ليلة النصف من شعبان هذه بدعة ما تكلمنا عليها. فليلة النصف من شعبان إفرادها بعبادة وتخصيصها بعبادة كصيام وقيام وصلاة تخصيصها، فهذه من البدع. قال: وهو من أجل شعائر الإسلام، تقدم معنا، ويجوز تكراره لمن قدر على ذلك، أي لمن قدر على الحج يجوز له أن يكرر الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير أي النار الذي يستخدمها صاحب يعني اللحام الذي يصنع الحديد، عنده يصنع يعني أبواب ويصنع يعني نوافذ من حديد، يستخدم هذه النار. فهذه النار إذا أراد يعني أن يصفي هذا الحديد من يعني أين تسموا أنتم الصدأ الذي يكون يعني بسبب الماء، فإذا أراد أن يصفي هذا بالنار يخرجه سريع، النار تصفيه سريع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل
أن يعني المتابعة بين الحج والعمرة تذهب الفقر كما تذهب النار هذا الخبث، فهي من أسباب الرزق. المتابعة بين الحج والعمرة من أسباب الرزق. قال: ومن أداه مرة واحدة أي الحج، وكذلك العمرة تجب، الصحيح أنها تجب مرة في العمر، فقد سقط عنه الوجوب. والأفضل من تكرار الحج أن يسعى صاحب المال إلى أن ينفع بماله الإسلام والمسلمين. هذا الأفضل، أنه ينفع الإسلام والمسلمين لمن قد أدى الفريضة ويريد يعني وقع له الخيار. قال: لأن النوافل إذا كان لك فيها الخيار فالأفضل هو ما كان نفعه متعد يستفيد منه المسلمون. لكن إذا كان الرجل عنده أموال كثيرة يستطيع يتصدق ينفع المسلمين، يستطيع أن يحج، هذا لا يمنع. ومن هنا نذكر يعني ما يشاع بسبب الجهل، وهذا من مكر الأعداء، وهذا من تخطيط الأعداء، تزهيد المسلمين في شأن العبادات. يعني يقول يعني لقمة في فم جائع أفضل من بناء 1000 جامع. لقمة يعني أكل في فم جائع أفضل من أن يبني 1000 جامع، 1000 مسجد. ويقولون الطواف على الفقراء هكذا أفضل من الطواف حول الكعبة. ومثل هذه يعني الكلمات سجعية، مثل هذه الكلمات السجعية التي فيها تزهيد المسلمين عن فعل شعائر الإسلام، هذا الذي يبني المسجد مثلا، الذي يتصدق لبناء المسجد، من باب أولى أنه قد يتصدق على الفقراء والمساكين. فلماذا هذا الكلام؟ وتشاع في أوقات، مثلا عندما يأتي برضه موسم الحج يقول الطواف على الفقراء. طيب هذا الذي قد يكون واجب عليه الحج وإطعام الفقراء والمساكين هذا أمر مستحب، فالواجب مقدم. وإذا كان هذا قد أدى الواجب، يؤدي نافلة، هذا الذي يذهب للحج للنافلة من باب أولى أنه يتصدق على الفقراء والمساكين. فلماذا هذا الكلام؟ لماذا التزهيد في شأن العبادات؟ ولماذا لا يقال الطواف على الفقراء والمساكين خير من الطواف على يعني المسارح والملاهي؟ الإنفاق على الفقراء والمساكين خير من الإنفاق في يعني إنفاق الأموال في شرب الدخان وشرب الخمور. لماذا لا يقال هذا الكلام؟ هذا يدل على أن هذا مكر من أعداء الإسلام، يأتون بهذه الكلمات المنمقة الذي في ظاهرها أنها يعني مصلحة، ويتلقفها الجهال من المسلمين فيشيعونها بحسن نية، بعضهم بحسن نية وبعضهم بسوء طوية، النفاق قد تغلغل في قلبه فيبث هذه الكلمات، يبث مثل هذه الكلمات. فينبغي للمسلم ألا ينخدع بمثل هذه يعني الكلمات والتي فيها عواطف أو كلمات فيها حماس. المسلم يتقيد بالكتاب والسنة، لا تأخذ حماسة ولا عاطفة. هذا هو المسلم الحق، هذا هو المسلم الحق.
أنها لا تأخذ حماسة ولا عاطفة. الحماسة والعاطفة هذه تؤدي بك إلى التهلكة، تؤدي بك إلى التهلكة، لأنك تأتي بأشياء ليست يعني في دين الله عز وجل بسبب حماسة أو بسبب عاطفة. والحماسة والعاطفة يكون لها وقت. إذا كان المسلم يتقيد بحماسة أو بعاطفة يعني فقط وقت، إذا انتهى وقت هذه الحماسة وهذه العاطفة عاد للأول. لكن إذا كان المسلم يتقيد بالكتاب والسنة فإنه يمشي دائما على هذا المنوال. نضرب مثالا لهذا يعني الذين يتقيدون بالعاطفة والحماسة، وهذا لا يكون إلا بسبب الجهل، لأن المسلمين ابتعدوا عن تعلم دينهم، تعلم الكتاب والسنة. ما حصل قبل يعني الآن الحمد لله قد فرج الله عن إخواننا في غزة. نعم، ما يحصل للمسلم يتألم منه المسلم يتألم ما يصيب أخاه المسلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمسلم يعني يتأذى ويحزن لما يصيب إخوانه، وما حصل يعني قبل فترة لإخواننا في غزة أصابنا الهم يعني والحزن والألم الشديد من تسلط الأعداء على إخواننا، لكن هنا المسلمون أو كثير من المسلمين أو إن صح القول أكثر المسلمين انجروا وراء العواطف والحماسات. كيف ذلك؟ في تلك الأيام أظهروا المقاطعة، هذا الذي يفلح فيه كثير من المسلمين، هذا الذي يعرفه كثير من المسلمين، ويرددون المقاطعة. ومن لم يقاطع أنت عميل، أنت خائن، اتق الله يا مسلم. هل ديننا يقول هذا الكلام أم هذا مجرد حماسة وعاطفة؟ قبل ما يحصل لإخواننا في غزة أين كلامك عن المقاطعة؟ لا، هؤلاء الآن ما آذونا، لا بأس نتعامل معهم. والآن انتهى هذه الكلمات المنمقة في أثناء ما يحصل، لأنهم يريدون حماسة وعاطفة، يتعاطفون المسلمين. أين هذه الكلمات مقاطعة؟ ما في، خلاص قد اصطلحنا نحن والأعداء. هذا أمر يبين لنا أن الذي يأخذ بعاطفة وحماسة فقط وقت محدد، فإذا انتهى وقت هذه الحماسة والعاطفة ما يعني تمسك بالدين وما عمل، إنما يعمل وقت العاطفة والحماسة بالدين. لكن الذي يعمل بالكتاب والسنة دائم. نحن أعداؤنا اليهود دائما وأبدا، ليس أعداؤنا فقط عندما يعتدوا على المسلمين، هم كفار. نعم، عندما يعتدوا على المسلمين يعني نتألم ونحزن، لكن هم عدو من قديم الزمان. لماذا نظهر هذه فقط عند الاعتداء، وعندما لا يكون اعتداء لا نظهر هذا؟ نظهر لهم المحبة ونشجعهم. إذن هذا يدلنا على أن العاطفة والحماسة فقط تأخذ وقت، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يأخذ دينه بعاطفة أو بحماسة. لا، مسلم يأخذ دينه من الكتاب والسنة. وهؤلاء يعني بما أننا قد يعني طرقنا في هذا الكلام، هؤلاء
الذين يعني يدندنون بمقاطعة وما مقاطعة، يقال له أولا هو الذي يدعي في مواقع التواصل. ادخل إلى مواقع التواصل في أي، وأظن قد كلكم دخل في هذا الوقت، مقاطعة. طيب الخلفية حقه في مواقع التواصل، انظر إلى لباسه، انظر إلى شكله، انظر إلى شكله. أولا رأسه تجده حالك حلاقة مثل ميسي أو رونالدو أو ما أدري من اليهود. من أين أتتك هذه الحلاقة؟ من أين أتتك هذه الحلاقة؟ هل هي في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل منهي عنها. من أين أخذتها؟ تشبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. إذن كيف أنت تقول مقاطعة؟ تقاطعهم في يعني شوكولاتة أو في علبة كاكولا أو بيبسي، هذه مقاطعة. تقاطعهم في حلال، هذا أمر حلال جائز لك أن تأخذ منهم. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من شعير. ما الحكمة في هذا؟ يدلنا على أننا يجوز أن نتعامل معهم في البيع والشراء، في البيع والشراء. في أمر الحلال لا، ما يجوز نقاطعهم. وفي الأمر المحرم الذي لا يجوز لنا أن نعمله لا بأس، حلاقة ثم لحية، حالقها سكسوكة. من أين؟ تقلد بفنان أو بلاعب أو غير ذلك من اليهود والنصارى. ثم انزل لابس سروال من هذه الموضات. قال لكم لا يعني ما أدري أي اسمها عندكم، أنا عندنا طيحني وفضحني سامحني يا بابا. يعني يلبس السروال إلى نصف يعني مقعدته، يظهر نصف عورته من الخلف. هذا عند يعني اسمه سامحني يا بابا. طيب أنت من أين لك هذا اللباس؟ من أين لك هذا اللباس؟ أليس من أعداء الله من اليهود والنصارى؟ أليس تشبها بهم؟ وسروال مقطع السروال، هذه من أين جاءتنا؟ من أين أتت لنا هذه العادات وهذه الهيئات؟ من اليهود والنصارى. إذن أنت تحرم الحلال وتحل الحرام. حرام عليك أن تتشبه في أخلاقهم، في لباسهم، في عاداتهم، وأنت تتشبه. وجائز لك أن تعاملهم في البيع والشراء وأنت تحرمه. إذن ما السبب؟ الجهل وعاطفة وحماسة. أظن أن هذا نصرة دين الإسلام، أن هذا نصرة لدين الإسلام. فلا ينبغي أن يعني تأخذنا العواطف والحماسات مثل هذه الكلمات. ومن جاءت مثل هذه الكلمة وهو لا يعلم ما مقصدها يسأل يستفتي، يرجع عنده مشايخ، عنده علماء، ما رأيكم في هذه الكلمة؟ لا تنشرها، لا، اسأل. إذا كنت متردد اسأل ما رأيكم في هذه الكلمة؟ قد يكون فيها يعني شيء كبير ويرشدوك إلى ما هو الأسلم. قال: والأفضل من تكرار الحج أن يسعى صاحب المال إلى أن ينفع بماله الإسلام والمسلمين، لأن النوافل إذا كان لك فيها الخيار، فالأفضل هو ما كان نفعه متعد، والنفقة نفعها متعد يستفيد منه المسلمون. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.